بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما واضح ان انا لسه غسلها بس ما لمعتش الجنوط. عربيه 4 طقم جنط كويسه الحمد لله. ده ليد له فيديو انا مركبه، وهنا الفانوس اللي هنا ده ليد. اللمبه اللي جوه دي زي التسلا، بص دول ب 2000 جنيه. بمناسبة البنزين، اللي متابعني هيبقى عارف ان انا بحط لها بنزين 92، ودي كاميرا خلفيه 1000 المارشلير. 105 اللي على الشنطه دي معرفش ايه معناها، انا كنت شاريها كده وانا ما بلعبش يعني، مش من هوايات اللعب في الاكسسوارات وبتاع، بخلي الحاجه زي ما هي يعني. حتى القدادات الصفرا دي انا كنت شاريها كده. طبعا دي الشاشه تاتش، المروحه ديت انا اللي مركبها. ده الزرار بتاع النور بتاع الاشارات، ده بتاع الليد لايت اللي انا شريطين الليد، ده بتاع المروحه دايركت المروحه، وده بتاع الكاسيت، وده بتاع الشفاط هنا اهو. وواضح ان هي لها تجهيزات ازاز الكهرباء لان دي زراير ازاز كهرباء. طبعا طقم سماعات ساوند سيستم كامل، حتى دول ليد، حتى الاضاءات ديت ليد. دول كانوا من الملك القديم انا مغيرتهمش. دي الكنبه اللي ورا ديت العربيه صورها من هنا. الكراتين ديت عشان بس الشتاء، انما هي العربيه لا هيجي هيفك الكراتين، هيشيل الكراتين وهشوف تحتها مفيش تحتها حاجه. طقم سماعات طبعا كله شغال، مفيش حاجه مش شغاله. الشنطه بتاع العربيه، الشنطه دي فابريكا بالمناسبه، وفيها خبطه هنا اهو. كان خبطني ميكروباص برضو، عملت لها فيديو واتردت على البارد. دي كانت اتخبطت وكان مطبق الشنطه سنه كده، موجوده في فيديو يعني، اللي عايز يشوفها لها فيديو ممكن يدخل يدور عليه، او انا همنشنه يعني، هحط منشن. ما شاء الله الغطا واخد الشنطه كلها. ترى مكسر ارفع البتاع، بس هي فابريكا، الشنطه دي فابريكا مفيش فيها اي حاجه، فابريكا بالكامل. والحوض بتاع العربيه برضو فابريكا. وبالمناسبه لما جيت ارخص خلونا اجرد القايم والبطاحات، البطاحه اللي هي فيها رقم الشاسيه اللي هناك دي، خلونا اجرد البطاحه دي عشان يتاكدوا ان مفيش هنا لحمات. فانا جردت البطاحه دي بالكامل، البطاحه دي اتجردت بالكامل من الناحيتين عشان يتاكدوا ان مفيش اي لحمات في العربيه قبل ما انقل ملكي. الميه طبعا اللي متابعني هيبقى عارف ان انا بحط ميه موبل خضراء. الزيت ده هيتغير بزيت جديد توتال، كنت شاريه قبل المشكله اللي حصلت لي بتاعه الجوان دي. عربيه طبعا بارده فلازم ابقى ساحب الشفاط كده، فعشان كده صوت المكنه عالي. اللي بيركب العربيات دي هيبقى فاهم بقى الكلام ده. طبعا انا اتعلمته كله بالتجربه يعني. العربيات دي لما بتبقى بارده لازم تفتح شفاط وتكارك كذا مره وبتاع، ولها طريقه يعني في التدوير علشان عشان العربيه تدور معاك. تعالوا من ايد الشاشه. الشاشه دي طبعا بلوتوث ويو اس بي، طقم الساوند سيستم كله شغال. تعالوا اوريكم كده الكاميرا الخلفيه. انا ما بشكيش من اي حاجه في العربيه الحمد لله، واللي متابع برضو الفيديوهات هيبقى عارف ان انا عملت كل حاجه في العربيه محتاجه تتعمل. تعالوا اما نبص على الشكمان وانا شادد الشفاط، نشوف كده بيطلع سواد بيطلع حاجه. انا تقريبا حاطط الكاميرا في وش الشكمان. مجرد ما العربيه توصل للشرطه الثانيه اللي هنا دي، فانت كده خلاص تقدر تطفي الشفاط زي ما انا طفيت الشفاط. خلاص صوت العربيه بقى هادي خالص، تقدر تتحرك بيها عادي جدا. الاضاءات انا احب اوريها لكم بالليل تكون اوضح، فانا اصور الاضاءات بالليل احسن. الاضاءه الصغيره بصوا، دي الاضاءه الصغيره اللمض الصغيره. حتى البتاع اللي بيجيب رقم التليفون دي بيجيب رقم تليفون الملك القديم، انا حتى ما غيرتهاش. انا ما لعبتش في اي حاجه في العربيه يعني، كل اللي انا عملته ان انا اهتميت بيها كعربيه، اساسيات اي حاجه فيها عايزه تتعمل، لكن اي حاجه بقى فناكيش وبتاع ما عملتهاش. ده على فكره بينور مع الستوب ماشي. طيب نقيد بقى اول درجه الليد الصغير ده كده، الليد الصغير شريطين الليد دول الصغننين دول ماشي. نقيد بعد كده فوانيس بقى الليد الاساسيه اهي. ده الواطي على فكره يعني، اللي انتوا شايفينه قدامكم الفوانيس ده الواطي. الفوانيس ديت عايزه تتمسح كمان يعني، مش نضيفه. بصوا كده بقى، شوفوا العالي عامل ازاي.
ده العالي كده، واطي كده عالي. فوانيس دي لها فيديو مخصوص. والانتظار اهو، الانتظار الانتظار للاسف مفيش حد معايا عشان اجرب لكم الستوب. حتى اللمط بتاع الصالون ليد، حتى لمط الصالون ليد. تمام. العربيه مش محتاجه جنيه مصروف يا جماعه، العربيه مش محتاجه جنيه واحد مصروف. بص كده، شايفين الرذاذ اللي على الارض ده تعريق ميه. بص كده في الشكمان ده تعريق ميه، المكنه اهي بتعرق ميه، ده تعريق ميه. تعريق الميه ده عشان المكنه نظيفه، يعني المكنه مظبوطه الحمد لله والشكر لله، الحرق سليم، المكنه سليمه مفيش فيها اي حاجه، عشان كده بتعرق ميه. ده زي ما انتم شايفين كده اهو تعريق ميه اهو. مكنه لو حالتها وحشه استحاله تعرق ميه. ودي الحراره اهوت في الوقت اللي هي بتاع تعريق الميه ده شكل المؤشر بتاع الحراره اهو. ماشي. اول ما اشتريت العربيه هنا يعني سبحان الله، تبصوا كده على الحروف ام ملك، ام ملك. مش انا اللي لازق، انا ما عملتش اي حاجه في العربيه على فكره، يعني ما لعبتش في حاجه في العربيه. ميداليه المفاتيح بتاع العربيه عليها حرف ايه، يعني بصوا اهي ديت عليها حرف ايه. سبحان الله، يعني ما اشتريت العربيه وكأن العربيه بتاعتي. ايه يا عمرو وام ملك. يجي واحد يقول لي العربيه يا عم عمرو معاش الجنط الاسبيري يا عم عمرو. فين الجنط الاسبيري يا عم عمرو؟ جنط الاسبيري اهو، جنط الاسبير انا عينته في البلكونه من يوم ما اشتريت العربيه، يعني عشان اخف وزن وحموله عن العربيه وانا ماشي واحسن استهلاك البنزين. هو مش صح بس انا سبته في البلكونه. طبعا العربيه معاها عدتها كامله، معاها كل العده بتاعتها، الكوريكول مش عارف كل الكلام ده معاها، مش ناقصها حاجه، مش ناقصها حاجه فعلا يعني. والله المستعان، الله المستعان. خلصنا تصوير، خلصنا كافه اعمال الصيانه، خلصنا كل الفناكيش، خلصنا كل حاجه بتتعمل في العربيه. نتكلم بقى في ورق العربيه. العربيه رخصه 3 سنين الا شويه، رخصه لحد 5/2028 المحله. طبعا الرخصه دي بفلوس يعني مش ببلاش. العربيه موديل 83. سعر العربيه زي ما انا قلت ان انا مش هبيع العربيه دي رخيص. العربيه مصروف عليها في كل شيء، مصروف عليها كويس، مصروف عليها احسن حاجه من كل حاجه، ما استرخصتش في اي حاجه فيها. اللي متابع الفيديوهات من الاول هيبقى عارف كويس قوي الكلام ده. وبناء عليه فانا يعني انا كان في حد سالني في الكومنتات قال لي انت عايز فيها كام، فقلت له 75. ولكن الحقيقه انا شايف لما ابص الاسعار اللي موجوده دلوقتي، اسعار حتى ال 128 اللي حالتها نظيفه وموديلات يعني حتى مش زي عربيتي، لان ال 128 حاله. انت مش بتشتري عربيه موديل 2002 ولا القصه مش قصه هي موديل كام، القصه حالتها ايه، فيها برومه ولا ما فيهاش، العربيه سليمه ولا مش سليمه، العربيه ورقها سليم ولا مش سليم. هي دي القصه. انت بتشتري حاله. بالمناسبه الكرسي اللي انا قاعد عليه ده في دعم قطنيه كهرباء شغال يعني، فانت بتشتري حاله، مش بس ان انت بتشتري موديل او لانها عربيات قديمه كلها. وبالتالي حتى انا لما قلت 75 يعني حسيت ان انا ايه بخست ثمن العربيه بتاعي. بناء عليه فانا طالب في العربيه دي 80,000 جنيه. طب ما ينفعش يا عمرو تمشيها 50؟ ما ينفعش امشيها 50. ما ينفعش اديك 5000 جنيه وخلاص تمشيها؟ لا ما ينفعش بقى ب 5000 جنيه. في ناس تبقى ظريفه كده يعني، فانا بس ايه بحب انهي يعني الحوارات بتاعتهم البدايه كده. لا ما ينفعش ابيعها ب 5000 جنيه وما ينفعش ابيعها ب 50، ما ينفعش خالص يعني. انا طالب فيها 80,000 جنيه وده بيع قلت قبل كده هو بيع غناوه، لان العربيه خلاص العربيه ما امشي بيها يا باشا السنتين. ممكن بقى عارف لما امشي بيها السنتين اللي في الرخصه انزل بقى، ممكن انزل حتى ل 75، ممكن انزل ل 70 حسب بقى حاله العربيه وقتها. لكن وهي دلوقتي مش محتاجه جنيه مصروف، مش محتاجه تصليح في اي حاجه، مش محتاجه اي حاجه، فلا طبعا انا مش هنزل سعرها يعني، رخيصها سعرها يعني. اللي عايز يتواصل معايا يقدر يتواصل معايا خاص على الحساب بتاعي على الفيسبوك، هتلاقوه في الوصف بتاع القناه. ساعتها ممكن اديه رقم التليفون لو هو عايز يسال حاجه او يسال حاجه تانية انا ما قلتهاش يعني، ممكن يتواصل معايا. السلام عليكم.